بينما هو يطوف بالبيت وإذا بالهاتف ينادي حسين يا حسين يا حسين. رفع الحسين رأسه قائلا من الهاتف؟ قال سادسكم في الكساء جبرائيل. يا حسين حل من إحرامك قبل أن تستحل محارمك، فإن القوم قد عزموا على قتلك، ولو كنت متعلقا بأستار الكعبة. طاف الحسين بالبيت وسعى وحل من إحرامه، ثم أسند ظهره إلى الكعبة بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر النبي فصلى عليه. قال أيها الناس خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله. أيها الناس اسمعوا يا أمة محمد التفتوا، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. ثبتنا الله وإياكم على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم. رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. لن تشد عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس تقر بها عينه وينجز بها وعده. يلا يلا خطابي لكل الناس، ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. سيدي كلنا صيحة وياك، قلوبنا معاك، الأرض والسماء تصرخ لبيك لبيك يا حسين، لبيك يا أبا عبد الله، لبيك يا ابن رسول الله وحسيناه وإماماه. فأمر بتجهيز الهوادج وأركبن بنات رسول الله. لكن ما أدري زينب يا هو اللي يتكفل بها، ما أدري. أنا بعد الآن انهيت قراءتي، الآن أنت الآن بشوف ولائك حبك للحسين شلون. وإذا بالعباس أقبل إلى زينب. يلا أخي وين أبو فاضل؟ قال لها كربلاء. قالت له أخوي كربلاء يا أخو اللي يتكفل بهودجي. قال لها أخي أنا وياك، لا تخافي وأبو فاضل وياك. إجا أبو فاضل أخذ بيد زينب وأركبها في هودجها وتحركت الضعينة، وإذا الصيحة ارتفعت. في أمان الله في أمان الله. زينب محمد بن الحنفية يصرخ أخي في أمان الله. وتحركت الضعينة يوم الذي راعي الشيم أنواي الشد الراء. يا الله بحق هذه الساعة إن شاء الله نرزق زيارة الحسين في القريب العاجل وشفاعة الحسين. يوم الذي راعي الشيم أنواي شد الراء. طاب لا عد زينب مبتسيم، عباس راعي
قال لها يا ضنوة علي قومي نروح الكار وحسين وحسين. قال لها يا ضنوة علي قومي نروح الكار. قالت لأخويا محملي يا هو الذي يتكف. قال لها عيناك بشوري أمرك نويد نتمثل. طلعت عباسي حدي وكل فارد وجه إلى بعد الصور يا مؤمن. كل ساعة وعباسه محمل الحريعة. عجيب أبو فاضل، أمرك عجيب. كل لحظة ويجيت إلى زينب، كل لحظة تجي لهودجها. كل ساعة وعباس نزل محمل الحار. صاد للحسين وناشده قال ليش نزلتك بال. قال له يا خويا ابو علي تدرب اختنا مدى. يا الله يا الله ما تحملي الضم والهضم ربيت على العزوال. ما أدري أكمل الأبيات تقرأ وياي، لكن نستأذن من الإمام الحجة مولاي نقرأ هالبيت بعد إذنك يا فرج الله. اسمع مولاي، ها هم شيعتك، ها هم محبيك، وإذا كلهم صيحة وياك واحدة. حسين حسين ليتك يا عباس تحضر يوم طلعت منك. صار على زينب لإرادته ناقت عثور يضرب خواتك حق. وزينبا وحسينا لإرادته ناقت عثور يضرب خواتك حق.